ايه رايكم في الجمال ده؟ حاجه كده تحفه، حاجه كده تعلقيها في البلكونه. لو انت حابه تعلقيه في البلكونه، لا هينزل لك قشر ولا هيبهدل لك الدنيا، وتتنيها كده الواحده بوحدتها عمره ما هيفضى معاكي. وكمان هنخزن التوم الابيض اللي اتضرب في الكبه ويقعد معانا من السنه للسنه. وكمان هنعمل التوم البودر. يلا بينا نبدا كده ونعرف هنعمل الضفيره الحلوه بتاعتنا ازاي. هنجيب واحدتين من التوم كده بالطول، ونحط واحده بالعرض بالشكل ده، ونلفها على الاتنين، ونرجع تاني نلفها على الراس اللي احنا حطيناها، وننزل بيها بالشكل ده، ونعمل واحدة عكس واحدة. بصوا بدأتي كده واحدة اهيت، لفيت من تحت ودخلتي بالعرق بين راسين التوم ولفيتها على اللي انا لسه حطاه. بكل سهولة هتعملي احسن ضفيرة توم، وهتبقى معاكي جميلة جدا وشكلها حلو. بصوا حبايبي كده بالشكل ده. إيه لو واحد بقى عرق كان مقطوع منك، او واحد مثلا ممكن يكون اخضر قوي، يروح جاي ايه, إيه عامل تكة كده، يعني